السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. نتوما كتشوفوا هاد الطريقة ديال العسل اللي حبيت نشاركها معكم، واخا ماشي رمضان. انا جاتني طلبية ديال المعسلات وحبيت نشاركها معكم، وانا غنشارك معكم حتى المعسلات اللي غادي نخدم. الشباكية ديجا مشاركة معكم. غادي ندير حوايج اخرى ان شاء الله غادي تشوفوها بالعسل. هذا هو العسل اللي غادي نخدمو مع بعضياتنا. غزال رائع، شوفوا القوام ديالو كي داير غزال. يلا بينا على الطريقه والمقادير ان شاء الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. عندي هنا 4 كيلو ديال السكر سنيده، 4 الباكيات فيهم كل باكيه فيها كيلو. غادي ندير انا 4 كيلو، وانتم خذوا القياس ديال 2 كيلو ولا 4 ولا اللي بغيتو. غادي تنقصوا من المقادير، انا حسبها كميه كبيره شويه. حيت جات هاد الفرصه ديال واحد الطلبيه ديال شي معسلات، بغيت نشارك معكم العسل. بقاش خرجت ما خدمتش هاد الظروف وصافي. اش غندير؟ ندير 4 كيلو كما كتشوفوا، 4 كيلو ديال السنيده. كيجي غزال البنات. كيلو غندير معاها 2 لتر ديال الماء، 2 لتر ديال الماء، حتى كل 2 كيلو فيهم يطرو. انا غندير 2 لتر ديال الماء. نحرك بهذا الشكل تيدخل الماء لتحت هكا كما كتشوفوا. انا كما قلت لكم ديروا 2 كيلو. ما كاينش شي مقادير صعيبه ولا شي حاجه، كيجي غزال. ها هو كما كتشوفوا ذوبته بالماء. غادي نزيد عليه حامضه كبيره، حيت عندي 4 كيلو درت حامضه كبيره اللي حيت لها العظيمات ديالها هكا. وعندي هنا واحد 2 عويدات ديال القرفه. غادي نحطها حتى تغلى. ملي غتغلى غنرجع معكم ان شاء الله ونكملوا تتمه التحضير. بعد ما غلى العسل ديالنا على هذا الشكل كما تشوفوا، غير يدير هاد الفقاعات هادو كنسدو عليه، كنقصوا البوطه على الرقم 3. هذه ديال الكهرباء عندي غنديرها على الرقم ديال 3 متوسطه، ماشي ناقصه لاقصى درجه. وغادي غنسد عليه ونخليه 35 دقيقه حتى 40 دقيقه حتى يطيب مزيان، ونرجع معكم ان شاء الله لتتمه التحضير. تصفر الصفاره هكا، غنخليوه عاد تبدا تصفر الصفاره، وغادي ننقص عليه ونخليه يطيب على راحته ونرجعوا ان شاء الله. ها هو بعد ما طاب العسل ديالنا كيولي على هذا الشكل. شوفوا الحامض ملي كيتكرمل الحامض بهذه الطريقه هكا، ها هما كما كتشوفوا صافي راه طاب العسل ديالنا. غنخليوه حتى يبرد. دابا غنزيد فيه واحد شويه المسكه باش يجي يعطي هذيك المسكه كتعطي التعليكه. غنزيد فيه شويه المسكه ونخليها تغلى شويه، وان شاء الله مني برد نرجعوا مع بعضياتنا ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالنا كما كتشوفوا. ها هو خاصو يكون على هذا القوام باش يشد في الحلوى ديالنا. اي حلوى اي معسلات يشد فيها بحال هذا الشكل هذا هاك. هذا هو الشكل النهائي ديالو كما كتشوفوا. ما شاء الله خاتر غزال، وكيشد في المعسلات ديالنا غزال. بغيتو تزيدوا عليه العسل
لا عندكم المزيان زيدوا، انا كنزيد فيه العسل من السوبر ماركت، كنزيد فيه شويه العسل. وتبعوا المراحل والمقادير وراه تنجح معكم هذه الوصفه. وما تنساوش الطريقه ديال المسكه، انا راه ما صورتهاش نسيتها، راني درت المسكه، هي اللي كتخليه كتعطيها التعليكه وكيحافظ على الحلوى ديالنا بانها تبقى معسله. وما تنساوناش بالتعليقات ولي لايك ديالكم، التعليقات الزوينين ديالكم، وفرحونا ان شاء الله وساعدونا، ولكم جزيل الشكر وبالصحه والراحه.